طاجن الديناميت او طاجن القنبلة، مش عارفة اسميه ايه يا جماعة بصراحة من كتر ما هو في حاجات بهاريز خطيرة. اول حاجة نسلق الكوارع بتاعتنا، نحطها تغلي غلوة، وبعد كده نتخلص من المية دي ونرجع نحط مية نظيفة مع المطيبات اللي هكتبها لكم في الكابشن. اهم حاجة اول ما تغلي نهدي النار ونسيب الكوارع على نار هادية، بتحب تاخد وقتها كده في السوا. في الوقت ده هنروح نجيب الخلطة اللي جهزناها ونجيب الممبار اللي نضفناه ونبدأ نحشي الممبار بتاعنا بالشكل ده، ونخلص كل كمية الممبار ونحطها على جنب. ناخد بقية الخلطة دي نظبطها بقى الورق العنب، نحط لها شوية دبس رمان على زيت زيتون على رشة نعناع، بتنقل الخلطة كده لحتة تانية خالص. جيب ورق العنب وابدأوا لفوه واحدة ورا واحدة، خلصوا كل الكمية. نقوم بقى جايبين ايه الطاجن بتاعنا، ونجيب الكوارع اللي استوت وظبطنا ملحها، نرص الطاجن بقى طبقة من الطماطم وفوقيها طبقة من ورق العنب وفوقيها طبقة بقى من الممبار، وتسيبوا تجويف كده في النص وتحطوا فيه الكوارع. تصفوا المرقة بقى من المطيبات اللي فيها وتنزلوا بيها على الطاجن بتاعنا وهي سخنة عشان ما تاخدش وقت في الفرن تغلي. دخلوها على الفرن ساعة 1:10 هيطلع لكم الجمال والحلاوة دي. جربوها وادعولي وبس كده.